السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا سينيور 2 عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بإذن الله هنكمل مع بعض فيديوهات المراجعة. النهاردة طبعا احنا اتفقنا ان التريج هم طبعا 3 lessons و3 lessons سهلين جدا جدا جدا، فهناخدهم في فيديو واحد النهاردة بإذن الله. عايزك بس تاخد بالك من حاجة بالنسبة لطالب علم بالذات. الليسون نمبر 3 كان في جزء كان عليهم السنة اللي فاتت في آخر الدرس ده، آخر ليسون نمبر 3، فده اتلغى. بس طبعا انت عشان انت بتتعامل بالمعاصر لسه طبعا ما كانش اتعدل، فانت خلي بالك في ليسون نمبر 3 في حاجات منه ملغية. الجزء اللي مش ملغي عليك هو الجزء السهل اللي هو يعتبر اصلا في الساين رول والكوزاين رول، لكن باقي الدرس الثالث هو ده ملغي، فتخلي بالك وانت مثلا بتحل. اول ليسون عندنا ذا ساين رول. ايه الساين رول ده؟ لو انا عندي تراينجل اهو وده ايه؟ بي سي، فده بي سي بنسميه السايد A. يعني انت السايد اسمه بي سي، حط اللتر الناقص. طب الاي بي يبقى السايد سي، الاي سي يبقى السايد بي، بنكتبها مفروض سمول. طيب ايه الفكره؟ الفكره ان السايد ده في وش الانجل ايه، والفكره ان السايد ده في وش انجل سي، والفكره ان السايد ده في وش انجل بي. طب ماشي يا مستر وبعدين؟ يعني قال لي ان الرول بتقول لي، الساين رول يعني بتقول لي ان الاي اوفر الساين A، يعني الساين انجل دي، ايكوال البي اوفر الساين B ايكوال السي اوفر الساين سي. كل اللي انا عايزك تفهمه لما اعمل لك الاي كده انا اقصد انهو سايد. الاي يا مستر شيل الاي، يبقى اقصد كده السايد السي بي. البي اقصد السايد الاي سي. السي اقصد السايد الاي بي. طيب في حاجه بقى تانية لو احنا هنكمل الرول، قال لي بيبقى ايكوال الرول دي تو ار دي يا مستر مش الراديوس بتاعت السيركل بالظبط كده. طب يا مستر هو انت جبت سيره السيركل هنا؟ ما انا نسيت اقول لك السيركل اللي هي بتعدي على الفيرتيسيز بتاعت التراينجل ده، يعني بتبقى عامله كده مثلا. فقال لي الرول دي بتبقى ايكوال ال2 ار، ال2 تايمز ار اللي هو دايمتر يعني. طيب لو انا جيت قلت المعاليك عايز اكمل الرول كده، يعني ايه تكمل الرول؟ اعمل هنا الاي بلس البي بلس السي. ماشي يا مستر، نعمل دول بلس A بلس البي بلس السي. طب ما تحت برضو اعمل بلس، يعني الساين A بلس الساين B بلس الساين C. طب ما في حاجة يا ابني، هو مش ال A بلس ال B بلس ال C ده، يعني السايد ده بلس السايد ده بلس السايد ده، مش ده هيدي لك البريميتر بتاع التراينجل؟ طب ما تمسح يا سيدي، طب ما تمسح وتكتب لي البريميتر اوف التراينجل. حلو، يبقى دي كده الرول كاملة عندك. والله هو الراجل ما جابلكش سيرة بريميتر ولا جاب لك سيرة 2R، خلاص يبقى اللي انت تشتغل على دول بس. لا، جاب لك سيرة 2R، دخل معاك ال 2R، دخل جاب معاك سيرة بريميتر اوف التراينجل، وجاب لك ساين A بلس ساين B بلس ساين C، ساعتها تدخل الحتة دي. يعني طبعا انت مش هتكتب في كل سؤال الرول كاملة كده، انت هتشوف ايه اللي انت هتستخدمه وهتجيبه. تعالى كده نحل مع بعض شوية مسائل جميلة أمورة. بقول المعاليك هنا في نمبر 1 in triangle XYZ، فالراجل بيقول لك الريشيو between ال XY to YZ. مفيش مشكلة يا مستر، أنا عايز أعمل أهو التراينجل اسمه XY، يبقى XY over الساين اللي هي الانكليودد انجل اللي هي مين ما بين الإكس والواي؟ أكيد هتكون الزد، equal بيقول لك الواي زد اوفر الساين الانكليودد انجل اللي هي مين؟ اللي هي ساين اكس. بالظبط كده، هو بيقول لك انا عايز ريشيو بين الاكس واي والواي زد، يبقى ساين زد تو ساين اكس. ولو انت حابب ترسم التراينجل عشان يوضح لك الامور اكتر اهو، ادي اكس واي زد،
الراجل عايز اكس واي، اكس واي ده في وشه ساين زد اهي، في وشه انجل زد يعني، والواي زد في وشه انجل اكس اهي، يبقى ساين زد تو ساين اكس. درس جميل ولذيذ ما فيهوش اي حاجه. بيقول لك ان الترينجل اي بي سي measure of A equal 30، وماله يا سيدي measure of C equal 60. بالله عليك بقى ركز معايا قوي في حاجه، السؤال سهل هتعرف تحله، بس لما بنيجي نخش على الكوزاين رول بتتكعبل في ايه؟ بانك بتبص للسؤال بعد كده انت مش عارف انت تستخدم الساين رول ولا الكوزاين رول. انا هريحك بقى في القصه الحمضانه دي. دلوقتي انا اعطيتك ايه؟ بص هنا السي السايد يعني السي اللي هو 15 روت 3، واعطيتك ميجر اوف السي بالظبط كده، اللي هو انا بدي لك ايه؟ نوت انكلودد انجل، نوت يا مثلا انكلودد انجل بالظبط كده. يعني انا بقول لك هنا ادي التراينجل اهو، ادي الاي، ادي البي، ادي السي. بص انا اعطيتك ايه؟ انجل سي، واعطيتك انجل A. بص هنا السايد اللي هو مين؟ سي. مين السي؟ اللي هو الاي بي، اللي هو السايد ده. يعني بص كده السايد بعيد عن التو انجلز، او بمعنى اصح من غير ما احنا نرسمها خالص، انت عندك هتلاقي ان السي ويدي لك انجل سي، او يديك بي سايد بي وانجل بي، او يديك سايد A وانجل A. غير كده بقى لما نخش بقى على الكوزاين رول هتلاقي بقى الموضوع مختلف عن كده، وساعتها هنظبطها مع بعض باذن الله. طيب اولا كده تعرف تجيب انجل البي ولا لا؟ طبعا انا مستر اقدر. measure of B equal 180 minus افتح براكت احط ال 30 وال 60، طبعا ده هيطلع ب 90، يبقى انجل بي ب 90. وماله يا سيدي؟ احنا عاوزين ايه؟ احنا هنحط الرول بتاعتنا ال A over الساين A، ال B over الساين B، ال C over الساين C. هل انا محتاج اكمل الرول؟ لا، ولا جاب لي سيرة راديوس ولا بريميتر ولا اي بتنجان من الحاجات اللي فاتت دي. طيب هو اعطاك السي بس اهي، وساين C وساين A. الراجل عايز ال A، خلاص انا مش محتاج دي كده. يعني انا كده ال A دي هي اصلا عايزها ساين A، يعني انا جبت B وما كانش ليها لازمه على فكره. طيب الساين A ب 30 يبقى ساين 30 ايكوال السي اللي هي معايا 15 روت 3 ساين سي يعني ساين 60. هروح ماسك الاله الجميله بتاعتي عشان اجيب الاي اهو كريس كروس، يبقى 15 روت 3 تايمز ساين 30 اوفر ساين 60. ده هيطلع معاك ب 15، يبقى الإجابة C. بيقول لي triangle DEF، وماله يا سيدي؟ in which measure of D equal 80 و measure of E equal 60. ال F وال D. بص بقى الكلام، هو طالب ال F، انت عندك بص عطالك ايه؟ عطالك ايه؟ ادي ال D وادي ال E. تعرف تجيب ال F ولا لا؟ measure of F اعرف. وعطاك ال F ولا لا؟ السايد F يعني اعرف. خلاص كده انت كده معاك كده الساين رول، يبقى الاف ايكوال 180 ماينس ال 80 بلس ال 60، ده هيطلع ب 40. خلاص طالما معاك الانجل والسايد بتاعها يبقى انت كده هتشتغل على الساين رول. طيب المفروض ان هي الدي اوفر ساين دي والاي اوفر الساين اي. اعتقد ان انا هنا مش محتاج الاي. الاف اوفر الساين اف. طيب الدي هو اصلا طالبها، الساين دي معانا بساين 80، الاف الراجل عطاها لك ب 12، ساين اف اللي انت جايبها بكام؟ ب 40، يعني ساين 40. هنا مش عايزك تحسبها، ركز ولا ركز يا بطيخه، انت عندك الدي هتبقى 12 تايمز ساين 80 اوفر الساين 40. دي فين بقى؟ اهو 12 تايمز الساين 80 اوفر الساين 40 اللي هي الاجابه A. نمبر 4 بيقول لك if A وال B وال C 120 عايز الاريا اوف التراينجل. دي بقى رول مهمه جدا جدا جدا. لما انا يكون معايا تراينجل ادي الاي ادي البي ادي السي، والله انت حابب وعندك هنا
دي كده included angle between الايه السايد A والساين B. فقال لي ان الاريا اوف التراينجل ليها رول بتبقى half the product of any two sides times the sine of the included angle. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي half times the product of any two sides. يعني اختار لك اي two sides يا عم، اختار. عندي انا مستر سايد A اهو multiply السايد B ماشي، وبعدين تايمز ساين اوف الانكليودد انجل. طالما ده A وده B يبقى دي كده انجل C، يبقى تايمز ساين C. مستر انت قلت اختار اي تو سايدز، يعني انا ممكن اقول مثلا C و B. يجوز، العلماء قالوا يجوز. هاف السايد الاولاني C والسايد الثاني B، يبقى هاف بي سي تايمز ساين. بقى بالله عليك برضو المره دي سي يا عم، انا بقول لك انكليودد انجل يا عم، اللي هي ما بينهم هنا اللي هي انجل A، يبقى ساين A. يعني من الاخر كتبت هنا A B يبقى ساين C، B C يبقى ساين A، او ايكوال هاف. عندك ممكن واحد يختار الاي والسي، A C ها يبقى هتقول ايه؟ ساين B. وهو ده اللي هننفذه هنا. الراجل اعطالك A واعطاك البي، يبقى هاف A B ساين C. يعني هاف ال A مع معاليك ب4، ال C ال B اسف مع معاليك ب7 تايمز ساين C اللي هي 120. تحسبها على الحسابة بتاعتك. طلعت معايا 7 روت 3. نمبر 5 قول يا سيدي. بيقول لي if x over sin x. بص بقى هنا الكلام بقى equal 6. بص بقى هنا جاب سيرة ايه؟ سمعني كده. الدايمتر of the circumference of is length unit. طالما انا قلت لك جاب سيرة الار، جاب سيرة السيركل، خلاص شميت بس كده حاجة من دول، خلاص يبقى اكتب. طبعا انت مش محتاج تكتب الرول كلها، الاكس اوفر ساين اكس بس. الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال 2 ار. يعني معنى كده ان 2 ار هي 6. خلي بالك اوعى تقسم تعمل هنا ديفايدد 2، لان الراجل طلب منك الدايمتر مش الراديوس. والله كان لو طلب الار الراديوس كنت هعمل ديفايدد 2، ما طلبش الراجل، خلاص يبقى 2 ار زي ما هي، لان الدايمتر بيبقى 2 ار، يبقى هي تبقى ايكوال 6. تعالى كده نمبر 6 بيقول لي عايز اللينس اوف الاي بي. والله يا مستر انا شايف ده تراينجل امور جميل كده اهو. ده كده الاي بي يعني السايد سي، وده سي بي، ده سي بي يعني السايد اي، ده كده الاي سي يعني السايد بي. الفكره ان هو كلها يكون معاك ريشيو كامله في الرول. يعني انت بتقول A اوفر ساين A يكون معاك كامله B اوفر ساين B، لكن هل انت معاك البي والسي؟ مش معاك. يبقى دي اهم حاجه في الرول عندك، انك تنزل الاي اوفر ساين A. طيب هو طالب منك الاي بي اللي هو السي، يعني ايكوال السي اوفر الساين سي. طيب هل الانجل A معاك؟ لا مش معايا يا مستر، بس انا عارف اجيبها. 180 ماينس ال 40 بلس ال 35، ده هيطلع معاك 105. يبقى خلاص ال A اللي هي ب 12 اوفر الساين A يعني ساين 105 ايكوال السي معرفهاش اللي هي الاي بي اصلا واللي هو طالبها مني اوفر الساين سي اللي هي ساين 40. انا عايز مين؟ عايز السي، اديله كريس كروس. يبقى انت عندك السي 12 ساين 40 اوفر ساين 105. طبعا هيطلع معاك على الكالكايه 7.9. هو بيقول لك ابروكسيميت، يعني انت هتعملها له بكام؟ ب8. هنا سؤال جميل برضو مرسوم، فكرته ان هنا في باراليل، يعني الدي اي باراليل للسي بي. فالباراليل ده عمل لك لتر ايه اهو، لتر زد باين قوي اهو. فدي ب 40 تبقى دي كمان ب 40، ودي انجل سي اهي ودي انجل بي. عايز انت ايه يا عم الحاج؟ والله قال لك اصل البي ب 60 والسي ب 40، طالب منك الاي سي.
الاي سي اللي هو مين؟ اللي هو البي اللي هو ده كده. وماله يا سيدي؟ نجيبه. بس هو عطالك الاي بي ب 4، الاي بي ده كده ب 4. طيب قلت لك اهم حاجه يكون معاك ريشيو كامله. طبعا الاي بي ده اللي هو السي، يعني السي اوفر الساين سي، هي دي الريشيو الكامله اللي معاك، يبقى دي اهم حاجه تتحط. طيب انا عندي الاي اوفر الساين اي الحمد لله، ولا عندي الاي ولا عندي الميجر اوف اي، بس انا اعرف اجيبها، بس انا خلاص مش محتاجها. يبقى انا هكتب كده البي اوفر الساين بي ايكوال السي اوفر الساين سي. طب واحد يقول يا مستر طب انا هتلخبط، انا هكتب الرول كامله واشوف ايه اللي موجود. مفيش اي مشكله، براحتك. طيب البي ده اللي هو طالبها اساسا، اللي هي السايد الاي سي. ساين بي اللي هي ساين 60. السي اللي هي 4، وساين سي اللي هي ساين 40، ونفس الكلام ونفس الهري. يبقى البي ايكوال 4 ساين 60 اوفر ساين 40. ده كده ابروكسيميت هيطلع معايا ب 5 سنتيمتر، اللي هي الاجابه A. نخش على اللي وراه. ما نخشش ليه؟ يا وليه تعالى ايه؟ بيقول لك عطالك سيركل كده. طالما عطالك سيركل قلت لك ايه؟ يبقى تكتب في الرول بتاعتك ال 2R. الراجل بيقول لك الام بي ب 6، يعني هو لما يقول لك اصل الار يا سيدي خدها عندك ب 6، جايبها لك في رسمه وبيستظرف عليك. المهم انت عرفت ان ار ب 6. ماشي يا مستر. البي ام ب 6 سنتيمتر. البي ام ماشي، ده الراديوس ماشي. عايز الاي بي هو. ادي التراينجل بتاعي. والله يا مستر انا عارف ان هو هنا الوحيده اللي عطالك الانجل اللي هي 50، اللي هي انجل سي. طيب يبقى انت المفروض سي اوفر الساين سي ايكوال 2 ار. ده اللي حيلتك، لا معاك البي ولا ساين بي ولا اي ولا مفيش الكلام ده خالص. طيب السي اللي هو السايد اي بي اللي هو طالبه من سعادتك. طيب انا مستر السي مش معايا. ساين سي اللي هي ساين 50 ايكوال 2 ار. طب ما انت معاك الار بكام؟ الار ب 6 اهي. يبقى 2 تايمز 6 هيطلع معايا 12. اسف، هيطلع معايا 12. انا محتاج السي. والله انت ممكن تعمل دول تايمز على طول. واحد هيتلخبط هيقول لي ما هي دي اوفر 1، يبقى ده تايمز ده اوفر ال1، مش هتفرق يعني، هي يبقى 12 ساين 50. ده هو اساسا حاططها لك كده زي ما هي على بعض 12 ساين 50. تعالى كده نمبر 9 بيقول لي a circle with a diameter ب 20. الديامتر يعني 2R ب 20. ماشي. Passes through the vertices of triangle ABC which is an acute angle triangle in which ان البي سي يعني ده الايه السايد A ب 10. فالراجل عايز measure of A. واضحه قوي. ال A over الساين A equal 2R. ال A ما هو الراجل عطاها لك السايد بي سي يعني ب 10. measure of A والله ما اعرفها، فهكتب ساين A زي ما هي. ال 2R طب ما هو ال 2R اهي زي ما هي اهي ب 20. انا عايز اجيب الساين A. ادي اهو ده اوفر 1. حابب اجيب الساين A، هعمل A ملتبلاي A اوفر A. ادي الساين A هيبقى ايكوال 10 ملتبلاي 1 اوفر 20. يعني الساين A ايكوال هاف. طب ساين كام بهاف؟ لو انت يعني انت مش حافظها، راح اعمل ايه على الكالكوليتور؟ ادي شيفت ساين هاف. فده هيطلع معاك ب 30 ديجري. يبقى ميجر اوف الاي هيطلع معايا ب 30 ديجري. تعالى كده نمبر 13 بيقول لي ان تراينجل اي بي سي اصل الاي ب 27. ماشي. وميجر اوف بي ب 82. فالراجل وعطالك ده وميجر اوف سي 56. طيب هو عايز السيرفيس اريا. انا لسه قايل لك الاريا بتبقى ايكوال هاف مثلا الاي بي تايمز ساين سي. المشكله في ايه؟ انك معكش غير الاي سايد واحد، دول 2 انجلز. طب وبعدين يا مستر يعني انا معايا سايد واحد،
طب ما تتصرف يا سيدي وتجيب السايد التاني. مش انت تقدر تجيب الميجر اوف الايه؟ تمام يا مستر. هيبقى 180 ماينس ال 82 بلس ال 56، فده هيطلع معاك ب 42. خلاص يبقى انا هعمل كده ال A over sin A equal ال B over الساين C. انا مش محتاج ان انا اجيب غير ال B، عايز سايد تاني بس يسند معايا عشان نطبق الرول. ماشي. ال A الراجل عطاها لك ب 27 سنتيمتر. ساين A ال A معايا انا جبتها ب 42 equal ال B ده اللي انا محتاجها. ساين B يعني ساين 82، يبقى ال B equal ده تايمز ده اوفر ده، يعني ال B equal 27 ساين 82 اوفر ساين 42. هروح حاسب الكلام ده بكام؟ فتقريبا هو طلع معايا ب 40 سنتيمتر. طيب انا اقدر كده اجيب الاريا؟ اقدر اجيب الاريا. هتبقى هاف معاك ال A اللي هو 27 معاك ال B اللي هو جبناه ب 40. طالما انت اشتغلت A B يبقى هتقول ساين A ساين السي. طب ما السي بكام؟ اهي ب 56، واحسبها على الحسابه بتاعتي. ادي هاف تايمز 27 تايمز 40 ساين 56، فده طلع معايا 447 بالابروكسيميت كده بالتقريب، هيطلع معايا 447. نمبر 14 بيقول لي in triangle ABC measure of A to measure of B to measure of C 2 to 3 to 4. الفكرة انك معرفش ليه بتتنح في معلومة زي دي. مستر ما لازم اتنح. ايه الريشيوز دي يا مستر؟ يا ابني هو انت مش عارف ان ال A وال B وال C دول في ترينجل؟ يعني الصم بتاعهم 180 بالظبط كده. يعني measure of A 2 معمولة تايمز حاجة ما نعرفهاش، فبنقول عليها 2x بلس ال B 3x ال C 4x. الكلام ده كله على بعض بيطلع معاك ب 180 عشان ده ترينجل. جمع اكساتك 2 3 5 5 و 4 9، يبقى 9x equal 180 divided 9 divided 9 بالسلامة، يبقى الاكس equal 20. كده انت جبت الاكس مش الميجر اوف الانجلز اوف التراينجل. يعني انت الاكس ب 20 خلاص، يبقى اول واحده 2 تايمز 20 يبقى ميجر اوف A 40، 3 تايمز 20 يبقى ميجر اوف B ب 60، 4 تايمز 20 هيطلع ب 80. عايز تتاكد انك شغال صح؟ والله 40 و 60 100 بلس 80 180، وهو ده التراينجل كله. طيب خلاص كده هو عطالك الاي بي كانه عطالك السي، قلت لك يبقى دي كده اهم ريشيو السي اوفر ساين سي، عشان هي دي الريشيو الكامله المعروفه عندك. طيب طلب منك الاي سي، يعني كانه طلب البي، يبقى البي اوفر ساين بي. نشتغل كده. البي الراجل طالبها مني، ساين بي البي احنا قلنا هتطلع معانا ب 60 ديجري، يبقى الساين 60. السي والله السي الراجل عطاني الاي بي اهو ب 12 سنتيمتر، ساين سي يعني ساين السي معانا ب 80 ديجري، يبقى عندي ساين 80. احسب البي، اديله كريس كروس 12 ساين 60 اوفر ساين 80. ده هيطلع معاك 10 اند هاف، وطالما 10 اند هاف هنعمل لها ابروكسيميت يبقى الاجابه هتكون 11. نمبر 15 وماله مستر؟ بيقول لي in triangle ABC which of the following statements is true؟ انه فيهم الصح؟ والله يا مستر انا اللي اعرفه A over sin A المفروض بيبقى equal B over sin B، لكن انك تقلبها كده sin B over B لا ده كده مش صح. طب تعالى نكتبها تاني كده، ال A over sin A equal ال B over sin B. تعالى كده نعمل لهم كريس كروس، يعني ده تايمز ده، A تايمز sin B اهي، B تايمز sin A اهي، يبقى هي دي الإجابة الصح. نمبر 16 بيقول لي in triangle XYZ 2R sin X. والله بص، مش انت تعرف where R مش عارف ايه
طيب مش انت تعرف ان الاكس اوفر الساين اكس ده بيبقى ايكوال 2 ار؟ طب هو عمل ايه؟ هو قال لك 2 ار تايمز ساين اكس، يعني ده تايمز ده. من الاخر كده انت بتجيب مين؟ بتجيب ده بس خلاص. يبقى الاجابه هتكون مين؟ هتكون اكس. الرول هي اللي هتفهمك الدنيا ماشيه ازاي. طيب بص هنا البي اوفر ساين بي ما بيقول لي ايكوال تو ايه؟ والله انا اللي اعرفه مستر، هو هنا طلب منك ميجر اوف ايه. حلو، انا اللي اعرفه ان البي اوفر ساين بي المفروض ايكوال الاي اوفر ساين اي. طيب هو قال لك الكلام ده بقى ايكوال تو ايه، يعني ده ايكوال كده تو ايه. وماله مستر؟ طب انا اخلع دي كده من الموضوع، لان هو الراجل طالب ميجر اوف الاي، ودي كده اوفر 1. انا حابب اجيب الساين ايه، يبقى ده تايمز ده اوفر ده، يعني ساين ايه ايكوال الاي تايمز 1 الاي يعني اوفر ال 2 اي. تم الاي مع الاي نقول لهم باي باي. يبقى الاجابه ايه؟ ساين ايه ايكوال هاف بس وخلص. ولسه قايلين من شويه ان ميجر اوف ايه هيطلع ب 30 طالما ساين ايه بهاف. الاجابه ايه. اللي وراه بيقول لي ساين ايه ايكوال تو ساين سي. وماله؟ ايه المشكله؟ البي سي يعني اعطاك الاي، عايز الاي بي يعني عايز السي. خلاص انا هعمل الاي اوفر ساين ايه ايكوال السي اوفر ساين سي. طب ما الراجل قال لك ان شيل الساين ايه حط مكانها تو ساين سي. اهو شيل الساين ايه حط مكانها تو ساين سي. والاي اللي هي البي سي يعني السايد البي سي الراجل عطولك ب 6. اهو شيل الاي حط مكانها 6. الراجل عايز السي ولا اي حاجه، خلصت اصلا المساله. الساين سي مع الساين سي نقول لهم باي باي. يبقى السي ايكوال ال 6 اوفر 2 بس خلاص. اهي السي هي اللي اتبقت من هنا ايكوال اهي 6 اوفر 2، مفيش حاجه تانية اتبقت معانا. 6 اوفر 2 هتطلع 3 اللي هي الاجابه بي. 19 بيقول لي if the radius length equal 3 يعني الار ب 3. وماله؟ and sin of A plus sin of B plus sin of C. قلت لك دي بص حتى بص هو طالب منك ايه؟ البريميتر. خلاص يبقى انا كده فهمت يا مستر ان انا هكتب الرول كامله، مش اللي هو يعني بص هو انت هو اعطاك الار خلاص يبقى انت هتكتب اخر جزئين اللي هو 2r equal البريميتر اوف التراينجل over sin A plus sin B plus sin C، لان هو ده الجزء اللي بيتكلم عنه في المساله بس. طب ما الراجل عطالك الراديوس ب 3 يعني ال 2r يعني 2 times 3 ب 6 equal البريميتر الراجل هو طالبه. طيب الساين A بلس الساين B بلس الساين C ب 2 يعني كل ده هيتشال ويتحط مكان 2. طلب منك ايه هو البريميتر؟ هنعمل ده تايمز ده يبقى 6 تايمز 2 هيطلع معايا ب 12. اللي ورا بيقول لي ABC is an equilateral triangle. خلاص يبقى كده انت عرفت ان الانجلز كلها ب 60 degree، يعني measure of A 60 measure of B 60 وهكذا. Its side length 6 cm and its area of circumference equal K باي. الراجل عايز الكي. وحد الله لا اله الا الله. السؤال فيه فكره صغنونه يعني اللي هو رفيع قد كده. انت عندك ان ال A over الساين A equal to R. طب مثلا ليه ما كتبتش البي والسي؟ يا ابني ما هو ايكولاتر، ما انا هكتب البي هتبقى ب 6 اوفر ساين 60، هكتب السي هيبقى 6 اوفر ساين. طب وليه؟ طيب الاي ب 6 ساين A يعني ساين 60. الكلام ده ايكوال A ايكوال تو ار، يعني ال 2 ار ايكوال ده اوفر ده. طب ما انا ممكن ده احسبها مستر، يبقى 2r equal 6 over sin 60 هتبقى 12 over root 3. طبعا هي ممكن على الاقل تطلع لك حاجه من كده بس عادي يعني هي. طيب انا عايز اعمل هنا divided 2 لان انا محتاج ال 2r، عايز الار بس اقصد، وديفايدد هنا دول كده راحوا مع بعض يبقى الار equal هتبقى 6 over الروت 3. 6 over الروت 3 هتبقى 2 روت
3. كده انت مع معاليك الار. حلو. الراجل قال لك اصل الاريا عندك بكي باي. طيب هي مش الاريا اوف السيركل بتبقى باي ار باور 2؟ طب ما هو عطالك الاريا دي بكي باي، الكي باي. طب الباي مع الباي نقول لهم باي باي، يبقى الكي ايكوال الار باور 2. طب ما هو الار معاك ب 2 روت 3، اديها باور 2 هتطلع معاك ب 12، يبقى الكي ايكوال 12. الكوزاين رول بقى ليسون نمبر 2 قال لي لو انت عايز السايد A او السايد B او السايد C، فقال لي الرول بتاعتها ال A باور 2 ايكوال، ما تكتبش في الاول ال A خالص، هتبقى B باور 2 بلس ال C باور 2 ماينس 2 BC اللي هم دول ساين نفس الانجل اللي هنا، يعني ساين A. طيب B باور 2، البي باور 2 ما تكتبش الاي خالص، البي خالص، يبقى A باور 2 بلس السي باور 2 ماينس 2AC ساين نفس الانجل اللي هنا الاوبزيت يعني للسايد ده اللي هي ساين بي. السي باور 2 ايكوال، ما تكتبش السي خالص، يبقى الاي باور 2 بلس البي باور 2 ماينس 2AB ساين السي. يبقى ده كده في حالة ايه؟ في حالة ان هو طلب منك سايد A، السايد B، السايد C. اما بقى انت عندك لو طلب منك الانجلز، والله مثلا ما هم ساين ايه بالظبط كده، الرولز اللي انا هكتبها دول هم طالعين من هنا، يعني انا هكتب رول، اول رول بتاعت الساين ايه وهي جايه من هنا، بس انا طبعا ما فيش وقت ان انا اثبتها لك. يعني الساين بي، الساين سي، فقال لي ان الساين A بتبقى ايكوال البي باور 2 بلس السي باور 2 ماينس ده الاي باور 2 اوفر ال2 ده وده 2 بي سي. يعني من الاخر انا عملت ايه؟ طلعت دول بعكس الساين وغيرت الساين بتاعت دي، فغيرت الساين بتاعت دول البي والسي، وعملت اوفر اللي جنب الساين A اللي هو اوفر ال2 بي سي. طيب يبقى الساين بي ايكوال، ما تكتبش البي دلوقتي، يبقى الاي باور 2 بلس السي باور 2 ماينس ده البي باور 2 اوفر 2 AC. لما نفس الكلام الساين سي هيبقى A باور 2 بلس البي باور 2 ماينس السي باور 2 اوفر 2AB. طب يا مستر انا لما تجيلي مساله انا مش عارف اطبق، يعني انا يعني امتى اطبق ده وامتى اطبق النوعيه دي؟ والله هو هنا الراجل هيديلك 2 سايد اند انكلود انجل، يعني B و C والانجل اللي ما بينهم A و C والانجل B، A و B والانجل C، يعني هيديلك 2 سايدز وانكلودد ايه؟ وانكلودد انجل. طيب هنا قال لي لا ده هيديك 3 سايدز، هنا انت مجبر يديلك 3 سايدز. مستر حلو قوي كده، يبقى انا اشوف المساله الراجل اعطيني 3 سايدز يبقى على طول هطبق النوعيه دي. الراجل اعطالي 2 سايدز اند انكلودد انجل، خلاص يبقى طبق النوعيه دي، وهنشوف دلوقتي بتتعمل ازاي. هنا الراجل بيقول لك x باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس الزد باور 2 اوفر 2 اكس واي. بص انا قلت لك ايه؟ او اهم حاجه دي، يبقى هي نفس الانجل اللي هنا، يبقى ساين زد ايكوال اكس باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس الزد باور 2 اوفر 2 اكس واي اللي هي الاجابه دي. طيب هنا بقى بيحب يستظرف عليك شويه، واي باور 2 بلس الزد باور 2 اهي الواي باور 2، طب كمل كده رول بلس الزد باور 2 ماينس الاكس باور 2 اوفر ال 2 واي زد، يبقى كان مين هنا؟ مستر ده اهم حاجه ده، يبقى ساين اكس. هو ايه اللي حصل؟ هو عمل دول تايمز بس، يعني الساين اكس تايمز ال 2 واي زد، ادي ال 2 واي زد فاضل لها بس الساين اكس. دي بقى معلومه مهمه جدا عشان بعد كده تعملها على طول.
اولا هو بيقول لك in triangle، فانا عارف في التراينجل ان ال A وال B وال C equal 180. يعني انا عارف كده اهو، ادي ال A plus ال B plus ال C equal 180. لو انا حابب اخلي ال C لوحدها واودي دول بعكس الساين، او بلاش هخلي ال AB واودي ال C هي اللي بعكس الساين، يعني A plus ال B equal 180 minus ال C. فانا كده اقدر اشيل ال A plus B دي اهي واحط مكانها 180 minus ال C، يعني كوزين 180 minus ال C. فاكر بقى سينيور 1 كان ال 90 وال 270 بنغير ايه الكوزين مثلا بتبقى ساين، ولو 180 شبه دي كده او 360 بنثبت ايه الكوزين بتنزل كوزين، يعني الكوزين دي هتنزل كوزين تاني بسبب ايه ان 180 بنثبت. طيب كوزين ايه؟ كوزين سي. طيب الفكره بقى هي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ والله كان على الرسمه هو اللي بيبان، ادي اهو الزيرو وادي ال 90 وادي ال 180 وادي ال 270 وادي 360. كان عندنا استيك رول. يعني ايه استيك رول؟ ال all function are positive. هنا الساين بس هي اللي بوزيتيف، هنا التان هي اللي بوزيتيف، هنا الكوزين هي اللي بوزيتيف. طيب فين ال 180 اهي دي كده، لو انت راجع لل 90 180 ماينس، لو رايح لل 270 يبقى بلس. هو بيقول لك 180 ماينس، ماينس يا مستر، لقيت في وشك مين؟ الساين. طب دي مين؟ الكوزين. قال لي لا يبقى تخليها بالنيجاتيف. يعني انا مستر حتى لو كان 180 بلس كنت لقيت في وشي تان ودي كوزين كنت برضه عاملها بالنيجاتيف. بالظبط كده، لان الكوزين هي بتبقى بوزيتيف بس فين؟ في الفورث كواد، لكن ده السكند كواد او الثيرد كواد كده كده الكوزين هتبقى بالنيجاتيف. يبقى تاني 180 ماينس تبقى نيجاتيف، لان انت عندك 180 ماينس قابلت الساين، انما دي ما عليك كوزين، يبقى نيجاتيف كوزين سي. طيب يبقى الكلام ده كده كوزين A بلس البي هي نيجاتيف كوزين سي اللي هي الاجابه بي. يبقى انت على طول بقى ايه، عشان انت هتقابلها في كذا سؤال، كوزين A بلس البي هي نيجاتيف كوزين السي. انت اهو المفروض اتشرحت لك في الاول، بس انت مش هتعمل الفرح ده كله بعد كده خلاص. كوزين A بلس البي ايكوال نيجاتيف كوزين سي. وبالمناسبه عايز اقولها لك كمان باختصار، ان طالما في انجل وانجل ثانيه مثلا سي الصم بتاعهم 180، الصم بتاعهم 180، قال لي يبقى كوزين الاي ايكوال نيجاتيف كوزين السي. يعني هنا بس هي مش A بس، هي A بلس B، يعني تو انجلز مع بعض. مش مهم ال A وال B وال C مش الصم بتاعهم 180، خلاص يبقى كوزين ده ايكوال نيجاتيف كوزين الانجل الثالثه اللي هي ايكوال نيجاتيف كوزين C. نمبر 4 بيقول لي if A B C D is a cyclic quad، وانت عارف ان السايكل كواد لسه قايل لسعادتك ان الانجل طبعا two opposite angles are supplementary، يعني الصم بتاعهم 180. مستر يعني انت عايز تقول لي ان الاي في وش السي والصم بتاعهم 180 بالظبط. يعني انت عايز تقول يا مستر ان الكوزين A بيبقى ايكوال نيجاتيف كوزين C بالظبط، لان طالما الصم بتاعهم 180 يبقى الكوزين A ايكوال نيجاتيف كوزين C او كوزين C ايكوال نيجاتيف كوزين A. يعني انت تقدر تشيل الكوزين A وتحط مكانها نيجاتيف كوزين C، فنيجاتيف كوزين C مع بوزيتيف كوزين C نقول لهم باي باي، يبقى الاجابه زيرو. طب لو انت نسيت مش مقتنع ايا كان، طبعا انت لازم تكون عارف ان الاي والسي الصم بتاعهم 180 عشان ده سايكليك كواد. فانت ممكن تحط على الكالكوليتور ايه؟ اي تو انجلز بس الصم بتاعهم 180، يعني مثلا ساين 60 بلس الساين 120 هيطلع بزيرو. ساين 100 بلس ساين ال 80 هيطلع بزيرو. ايا كان هتحط اي تو انجلز الصم بتاعهم 180 يبقى هي خلاص كده الاجابه هتكون زيرو في كل الاحوال.
طيب بص باين الكلام اهو، اكس كوزين اكس بلس الواي ده تراينجل، يعني معنى كده ان الاكس والواي مع الزد السم بتاعهم 180. طب خلاص يا مستر بقى انت علمتني هنزل اول حاجه 2 اكس واي، علمتنا يا مستر ان كوزين اكس بلس واي تتشال وتحط مكانها نيجاتيف، بس هحط نيجاتيف في الاول كوزين زد، يبقى نيجاتيف 2 اكس واي كوزين زد. الكلام ده بقى ايكوال مين في دول؟ والله يا مستر انا اللي اعرفه ان كوزين زد دي ليها رول عندي تبقى ايكوال، ما نكتبش الزد اكس باور 2 بلس الواي باور 2 هاف ماينس دي بقى ماينس الزد باور 2 اوفر ال 2 اكس واي، فدول كده اتعمل لهم تايمز ادي 2 اكس واي كوزين زد، يبقى ايكوال مين؟ ايكوال ده. بس بالله عليك ما تستعجل لان في هنا ساين مؤذيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عايز اقول لك ان النيجاتيف هتخش على كل دول، على الاكس وعلى الواي وعلى الزد، وهتبدل الساين بتاعتهم. يبقى انا عندي كده تاني 2 اكس واي كوزين زد ده ايكوال دول اللي هو اكس باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس الزد باور 2. انما النيجاتيف دي بقى لازم يكون لها دور، لازم تعكنن المساله، فقال لي هغير الساين بتاع كل ده. يعني الاكس والواي بدل ما هم بالبوزيتيف هيكونوا بالنيجاتيف، والزد بدل ما هي بالنيجاتيف هتكون بالبوزيتيف، بمعنى ان انا كده هختار الاجابه ادي الاكس والواي بالنيجاتيف اهم لان هم هنا كانوا بالبوزيتيف، والزد بالنيجاتيف ادي هنا بالبوزيتيف، يبقى هي الاجابه دي هي الاجابه المظبوطه. نمبر 6 بيقول لي ان تراينجل ال ام ان، وماله؟ بص بقى اللي انا كنت بكلمك فيه بقى، انت بيجي لك ده في الامتحان، في امتحان شامل، مش بتكلم في بتحل على الدرس بس. ال ب 5 والام ب 7 والان ب 60، محتار مش عارف. طب يا مستر احط ايه؟ طيب احط الساين رول ولا الكوزين رول؟ القصه كلها هل انت معاك ريشيو كامله؟ يعني هنا مثلا الان اهي ميجر اوف ان، معاكش انجل غيرها. هل انت معاك سايد ان؟ لا والله يا مستر دي ال وام، خلاص كده الساين رول زحلقها، يبقى انت كده شغال في الكوزين رول. طيب انا قلت لك بقى الكوزين رول بتقول ايه؟ ليها حالتين، لو اداك 3 سايدز يبقى انت تشتغل على كوزين A كوزين B كوزين C، اما لو عطالك 2 سايدز اند انكلودد انجل لا، يبقى انت كده شغال على اللي هو مثلا L باور 2 ايكوال M باور 2 بلس N باور 2 وهكذا. هو هنا الراجل طالب الان حتى، يعني هو طالبها صراحه يعني، فانت هتعمل الرول هنا ان باور 2 ايكوال، ما تكتبش الان دلوقتي، ام باور 2 بلس ال باور 2 ماينس 2 ال ام كوزين، هي دي بقى كوزين الان اهو كله معاك بقى. بص ال والام معاك والميجر اوف ان معاك. الام باور 2 7 باور 2 بلس ال باور 2 5 باور 2 ماينس 2 تايمز ال تايمز الام كوزين الان يعني كوزين 60 ديجري. طبعا الكلام ده بعد ما هيطلع تروح انت مديله ايه؟ مديله الروت الجميل عشان تطلع الاجابه على طول. هي طلعت هي الاجابه معايا هنا روت 39. روت 39 دي يعني 6.2 اللي هي الاجابه ايه. نمبر 7 بيقول لي ان تراينجل اكس واي زد، الاكس ب 5 الواي ب 3، ميجر اوف زد زي ما قلت لك طالما اكس وواي واعطاك انجل مختلفه عنهم تماما يبقى انت شغال في الكوزين رول بس خلاص. يبقى الرول بتاعتك زد باور 2 ايكوال الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس 2 اكس واي كوزين زد. الفكره هنا بس ان كوزين زد عايزه تعديله صغنونه، شيل الباي حط مكانها 180، يعني 2 over 3 times 180 هيطلع معايا ده ب 120. فكده يبقى ال x ب 5 باور 2 بلس ال y ب 3 باور 2 minus 2 times ال 5 times 3 كوزين 120، واحسب الكلام ده وطبعا اديله روت، فده هيطلع معاك ب 7. بص كده السؤال ده بيقول لي ان تراينجل اي بي سي، السايد بي عطولك ب 2 وماله، السايد سي عطولك ب 2 اند هاف، كوزين ايه على بعض بيكوال 2 اوفر 5، عايز يعرف التراينجل ده ايه.
والله انت بص عامة يعني هو طبعا كده عمره ما هيكون ايكولاترال، لان انت عندك 2 2 اند هاف كده شكرا. طيب انت تقدر تجيب السايد الثالث؟ مستر اقدر. مش انت عندك ال A باور 2 ايكوال ال B باور 2 بلس ال C باور 2 ماينس 2BC كوزين ال A، فال B 2 باور 2 بلس ال C 2 اند هاف باور 2 ماينس 2 تايمز 2 تايمز 2 اند هاف ملتبلاي الكوزين ايه. خلي بالك بقى هنا الناس بتقع في حركه وحشه قوي 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 قوي. روح اعمل ايه؟ هو بيقول لي كوزين ايه؟ يعني ايه كوزين 2 اند كوزين 2 اوفر 5. طبعا انا بقول لك هنا يا بني ادم شيل الكوزين ايه على بعض كلها وحط مكانها 2 اوفر 5، يبقى المفروض تايمز 2 اوفر 5 بس، واحسب ده طبعا اديله ايه؟ اديله روت واحسب الكلام ده هيطلع معايا بكام. فده طلع معايا برضو ب 2.5. خلاص طلع 2.5 وفي سايد كمان ب 2.5، يبقى هو كده an isosceles triangle. نمبر 11 بيقول لي if x equal y وماله، فيبقى الكوزين اكس بقى. هنا الاسئله اللي انتوا بقى ما اعرفش بتتوهوا فيها ليه مش عارف. انا هكتب الرول بتاعتي عادي، هو عايز الكوزين اكس، ماشي خلاص انا عندي رول الكوزين اكس، ادي كوزين اكس ايكوال، ما تكتبش الاكس، اكتب واي باور 2 بلس الزد باور 2 ماينس الاكس باور 2 اوفر 2، ما تكتبش الاكس يا بني ادم، شيل الاكس، 2 واي زد. الراجل اعطاك معلومه محترمه بيقول لك ان الاكس ايكوال واي، خلاص كده شيل الاكس وحط مكانها واي وماله. يبقى انت عندك كده شيل الاكس حط مكانها واي، يبقى واي باور 2 بلس الزد باور 2 ماينس شيل الاكس وحط مكانها واي، واي باور 2 وتحت 2 واي زد. طب ما واي باور 2 مع واي باور 2 مع نيجاتيف واي باور 2 راحوا مع بعض، كده اتبقى لك فوق زد باور 2 بس وتحت 2 واي زد. طب ما هو زد باور 2 هتروح مع الزد، اتبقى لك زد فوق. ليه؟ ادي زد فوق وتحت 2 واي. ليه اتبقى لي زد فوق؟ ما هو الزد باور 2 دي تبقى زد تايمز زد وتحت في زد، فالزد من هنا هتروح مع زد من هنا، اتبقى لك زدايه فوق. او انت عندك دي باور 2 دي باور 1، ولما تيجي تعمل ديفايدد اعمل ماينس للباورز، ف 2 ماينس 1 ب 1، يعني زد اوفر ال 2 واي اللي هي الاجابه بي. يبقى كل القصه هنا ان انا شلت الاكس باور 2 دي بس حطيت مكانها الواي. لقيت المساله سلكت معايا خلاص، واي باور 2 بالبوزيتيف مع واي باور 2 بالنيجاتيف، فزد باور 2 راحت مع زد من تحت فتبقى لي زد وتحت اتبقى لي 2 واي، يبقى هي الاجابه زد اوفر ال 2 واي. نمبر 12 بيقول لي بص هنا نفس الكلام، كوزين A بلس البي، قلت لك على طول حط، يبقى انا بتكلم كده على النيجاتيف كوزين السي. هنا بقى خلي بالك من النيجاتيف دي، قلت لك هتغير كله اللي فوق. يعني انت عندك كوزين سي، سيبك من النيجاتيف دلوقتي، المفروض تبقى A باور 2 بلس البي باور 2 ماينس السي باور 2 اوفر 2 اي بي. لا النيجاتيف دي هتخش على كل اللي فوق مش اللي تحت، اللي فوق هتغير الساين بتاعهم. فالناس اللي مستعجله طبعا هتختار مين؟ هتختار الاجابه ايه؟ طبعا ده غلط، لان انا في عندي هنا نيجاتيف قليله الادب هتغير الساين بتاع كل اللي فوق. يعني بدل الاي والبي بالبوزيتيف هيكونوا بالنيجاتيف. فين الاي والبي بالنيجاتيف؟ اهو. والسي بدل ما هي بالنيجاتيف هتكون بالبوزيتيف، فين؟ اهي. يبقى الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. تعالى كده في السؤال ده ركز معايا فيه الله يرضى عنك. بيقول لك half sin A equal third sin B equal fourth sin C. الراجل عايز كوزين سي. والله انت بص، انت ممكن دي كده تعدلها بشكل جميل قوي. sin A times 1 يعني فوق كده sin A over كام؟ 2. او من الاخر واحد يقول لي ده هاف مستر معروف ان هو over 2 يعني مش محتاجه. والساين B هيبقى over كام المره دي؟ over 3. والساين سي هيبقى اوفر كام؟ اوفر 4. خلاص انت كده، انت طبعا عارف الرول بتاعتك بتبقى ايه اوفر ساين ايه. مستر دي طبعا الساين رول، يبقى انت هنا كده 2 اوفر ساين ايه، 3 اوفر ساين بي، السي
اللي هي ال 4 اوفر ساين سي. كده انت عرفت ان الاي ب 2 والبي ب 3 والسي ب 4. طيب الراجل عايز كوزاين سي. اتفقت معاك طالما معاك 3 سايدز يبقى انت هتطبق انه رول؟ هتطبق رول كوزاين، وهو اصلا طالبها منك، بس انا بقول لك عامه طالما معاك 3 سايدز، دي كده الاي ودي كده البي ودي كده السي. تمام يا مستر، يبقى هو عايز الكوزاين سي اللي هي هتبقى ايكوال a باور 2، يعني 2 باور 2 بلس البي باور 2 3 باور 2 ماينس السي باور 2 4 باور 2، يبقى 2 ملتبلاي ال 2 ملتبلاي 3، عشان الرول بتقول ايه؟ 2 تايمز a تايمز b، يعني 2 تايمز 2 تايمز 3، واشوف ده هيطلع معايا بكام. فده هيطلع معايا بنيجاتيف 1 اوفر 4 اللي هي الاجابه C. نبص كده على السؤال اللي وراه، والسؤال يعني ايه محتاج تركيز عالي يعني شويتين ثلاثه. بيقول لك 5 ساين A ساين B equal 6 ساين B ساين C equal 9 ساين C ساين A. الراجل عايز ميجر اوف سي. بص هي قصه في ايه؟ ادي 5 ساين A ساين B وادي ايكوال 6 ساين B ساين C ايكوال 9 ساين C ساين A. القصه كلها انت لازم تعمل ديفايدد حاجه، عشان المنظر ده كده مش هينفع نتعامل معاه. قال لي احنا هنعمل divided sin A sin B sin C، وهنا نفس الكلام sin A sin B sin C، وهنا نفس الكلام sin A sin B sin C. بس انا مش فاهم ليه العك ده كله، وحد الله بس وصلي على النبي كده وهتفهم معايا. هي مش دي ساين A ودي ساين A باي باي، ساين B وساين B باي باي، ايه اللي اتبقى لك فوق؟ ال5. طب وتحت ساين C. بص كده نضفنا اهو. طيب ادي كده ساين B مع ساين B باي باي، وساين C مع ساين C باي باي، فاتبقى لك 6 اوفر الساين A. هنا ساين C مع ساين C باي باي، ساين A مع ساين A باي باي، يبقى اتبقى لك فوق 9 وتحت ساين B. فهمت اللعبه كده؟ يبقى انت عندك ادي ساين A يبقى ده الاي، ده السي يبقى ده السي، بي يبقى ده السايد بي. الراجل عاوز ميجر اوف السي، مفيش مشكله. مش انت عارف ان الساين سي الرول بتاعتها معاك 3 سايدز اهم، عايز ايه تاني؟ ما انا قايل لك بقى طالما في 3 سايدز يبقى انت عندك الاي باور 2 بلس البي باور 2 ماينس السي باور 2 اوفر 2 اي بي، وطبق الرول. الاي معاك بكام؟ الاي معاك ب 6 يبقى 6 باور 2 بلس البي ب 9 9 باور 2 ماينس السي اللي هي 5 باور 2 اوفر 2 تايمز 6 تايمز 9، واحسب الكلام ده معايا بكام؟ ادي 6 باور 2 بلس 9 باور 2 9 يا وليه 9 باور 2 ماينس 5 باور 2 اوفر 2 تايمز 6 تايمز 9، فده هيطلع معايا 23 اوفر 27. اعمل شيفت ساين 23 اوفر 27 وهيطلع معاك الانجل بالظبط بكام. طيب 23 هنا بيقول لي ان ال 6A equal ال 4B equal 3C. عاوز الميجر اوف ذا سمولست انجل. ما هو الفكره بقى ان انا مش هينفع اخلي يعني هنا 6A equal 4B equal 3C. انت قدامك سكتين، يا اما تعمل كله ديفايدد 12. مستر اقف عندك بقى، مستر ديفايدد 12 ايه؟ انا ايش عرفني اعمل ديفايدد 12 ولا ايه؟ انا ايش عرفني؟ ما هو يا ابني ال 4 ديفيزبل، يعني هي ال 12 ديفيزبل باي 4 وال 12 ديفيزبل باي 6 وال 12 ديفيزبل باي 3. طب والله مش جايه معاك القصه الحمضانه دي، يعني انا مش جاي يجي في بالي يا مستر 12. اعمل دول تايمز، يعني 6 تايمز 4 تايمز 3، وهنا 6 تايمز 4 تايمز 3، وهنا 6 تايمز 4 تايمز 3. فال6 مع 6 باي باي، يبقى الايه اوفر 4 تايمز 3، 4 تايمز 3 هيطلع 12، وهنا ال4 مع ال4 باي باي، يبقى اتبقى لك بي، وتحت ال6 تايمز 3 هيطلع 18،
وهنا 3 مع 3 باي باي، يبقى لك سي اوفر 24 لان 6 تايمز 4 24. هو عاوز smallest angle. انت معاك 3 سايدز اهم، ان ال A over 12 يعني انت كده عرفت طبعا ده 18 وده 24، كده عرفت ان smallest angle هي مين؟ هي angle A. طيب هاتها بقى sin A equal ال B باور 2 plus ال C باور 2 يعني 18 باور 2 plus 24 باور 2 minus ال A باور 2 يعني 12 باور 2 over times 2 times 18 times 24. واحسب ده هيطلع معايا بكام؟ اروح اعمل له shift sign وهيطلع معايا الاجابه. طبعا lesson 3 solution of the triangle احنا ما بنتكلمش في حاجه جديده، هو نفس الساين رول والكوزاين رول. هو بس بيعلمك بس انت ايه، زي ما انا علمتك في الفيديو هنا، انت امتى تشتغل دي وامتى تشتغل دي. هو هنا بيقول لك solving the triangle means يعني انت تجيب اللينثز ولا الميجر اوف الانجلز ولا relation between اللينثز and الميجر اوف انجلز ولا اللينثز والميجر اوف انجلز. طبعا السوليوشن او solving يعني انت بتجيب السايدز وبتجيب الانجلز. هنا بيقول لك البريمتر اوف تراينجل لما البي بكذا والاي ب 67 والسي ب 46. هنا بقى بص بقى الكلام، انت معاك انجل بي ولا لا؟ مش معايا بس اقدر اجيبها 180 ماينس ال 67 بلس ال 46 فهيطلع معاك كده معاك البي وانجل بي، يبقى انت شغال فين؟ شغال في الساين رول. اما لو كان معاك الاي سايد A وسايد B وانجل C، لا انت كده شغال في الكوزاين رول. فهو هنا نفس الامثله احنا حليناها، بس هنا الليسون هنا بيعلمك انت امتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي، وانا علمتك فعلا في الفيديو. الجزء الثاني كان من الدرس زي ما قلت لك ملغي، فخلي بالك منه. يعني مثلا او مثلا زي دي كده the number of possible solution، لا ده كده ملغي. تمام، ونشوف وشكم على خير باذن الله في فيديو جديد. كان معاكم مستر احمد حافظ، السلام عليكم.